للأشخاص اللي بيبحثوا عن عطور قوية جدا، عطور تملأ المكان، عطور بتشمها عن مسافات بعيدة. وأنا مش من هاي الأشخاص اللي بتحب العطور اللي بتعبي المكان وبتعبي الدنيا، ولكن أحيانا تلجأ إلى استخدام بعض هاي العطور. ومعظم هاي العطور بتكون شتوية بمكونات شرقية قوية، ومعظم الأحيان بتكون هاي العطور ليست للاستخدام اليومي. اليوم بدي أحكي لكم عن عطرين، واحد من فئة النيش وواحد من فئة الديزاينر، عطور تملأ المكان. العطر اللي بحكي عنه من فئة الديزاينر ألا وهو ماجستيك وودي انتنس من العربية للعود. العطر قنبلة من الثبات والفوحان. ثبات نحكي عن يوم على الأقل، وفوحان 3-4 ساعات، ويعتمد على عدد الرشات. والفوحان لا يقل عن 2 متر مسافة على الأشخاص اللي حولك. مشكلة هذا العطر، العطر ليس للاستخدام اليومي، يعني مش عطر تشتري علبة عطر واحدة وضلك تتعطر فيها. 2، العطر ليس للأماكن المغلقة والمكاتب، لأنه ممكن يضايق اللي حواليك بسبب قوة هذا العطر. 3، العطر ليس عطر آمن، يعني مش أي حدا رح يحب هذا العطر لأنه مكونات شرقية قوية وبيدخل فيه العود. العطر حسب رأيي معمول بديل لعطر بلاك أفاغانو. طبعا بيجي 30 مل بلاك أفاغانو، سعره حوالي 200 $100 حسب منطقتك وحسب المكان اللي ساكن فيه. عندنا في فلسطين حوالي سعره 130 $140 الماستر بوكس من بلاك أفاغانو، وهو بسعر ماجستيك من العربية للعود، ماجستيك وودي انتنس، ولكن 100 مل من العربية للعود. وأداء وودي انتنس من العربية للعود أفضل من أداء بلاك أفاغانو. عطر النيش في هاي المجموعة كوتاي من يونيك ليكجري، وهي شركة نيش تركية انشهرت كثير عالميا وخاصة في منطقتنا العربية. بتقدم عطور بأداء ممتاز جدا ونوتات فريدة. بنحكي عن كوتاي خاصة عمل صرعة في عالم العطور. العطر مكون من التوباكو، مكون من نوتة العود في القاعدة في البيس نوت، وأهم نوتة هي نوتة الويسكي. النوتة كثير بتشبه المكونات الكحولية اللي بتدخل في المشروبات الكحولية. والأداء لهذا العطر نووي. لما بنحكي عن ثبات هذا العطر بيعطيك ثبات يوم كامل، خلينا نحكي مينيمم على الجلد 12 ساعة، والفوحان لا يقل عن 3 ساعات. ودائما في عطور النيش جرب قبل الشراء. سعر العطر حوالي 220 $200 حسب التخفيضات على هذا العطر. وزي ما قلت عطور النيش والديزاينر جرب قبل الشراء، العطر مش آمن نهائيا، عشان هيك جرب.